سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كيما راكم تشوفوا الوصفه ديال اليوم طلبتوها كامل مني، هي المشقوق. ان شاء الله البنات تعجبكم الوصفه ديال اليوم. دائما نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على رسول الله. مرحبا بكم كامل متابعاتي الاعزاء، مرحبا بكم اللي دخلتوا جدد لقناتي. نقول لكم يعطيكم الصحه على الدعم ديالكم، ودائما استناو مني جديد ان شاء الله يا ربي. الحلوه ديال اليوم كما راكم تشوفوا فيها هكذا، جات طريه، جات الدوب، جات ما شاء الله. شهيتكم في الجنه ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم انستغرام كويزين سامية الجيريان، جروب فيسبوك تانيك مرحبا بكم البنات كويزين سامية الجيريان. كيما راكم تشوفوا لا فيديو هكذا ما تنساونيش البنات بلي جام. اول حاجه راح نبدا بها هي لي كيسات ديالنا. لي كيسات البنات لازم نديرو فيهم شويه فارينه. علاش نديرو فارينه؟ باه الوصفه ديالنا ما تلصقش، باسكو هي عباره عن لوز وسكر، هذا مكان باه ما يلصقوناش. وكي نستفوهم في السنيوه نبعدوهم شويه على بعضهم. المقادير ديال الوصفه تاع اليوم، انا نهضر لكم على كميه كبيره وانتم اللي تحب دير تنقص. عندنا في الكيلو ديال اللوز، شوفوا البنات هنا اللوز تاعكم ما يكونش مرحي كيما اللي فخوي. اللوز راح يكون مرحي كيما نديروا الجزيريات، كيما نديروا مقلوط اللوز يكون هكذاك. دائما نصيروه البنات. هذاك الرقيق اللي نورمال استغفر الله، هذاك يهبط من تحتها، والخشين نعاودو نرحيوه. هذا مكان ونصفوه. عندنا في الكيلو ديال اللوز عندي رطل سكر غلاس. كيلو لوز عنده رطل سكر طب. في الكيلو هنايا عندي باكي ديال الخميره، يعني كيس تاع الخميره. عندي بياض البيض راح نطم به، وعندي ملون اختياري هنايا اللون اللي حبيتوه نتوما. عندنا لافاني والفارينه البنات. هنا في الفارينه في الكيلو ديال اللوز راح ندير 3 مغارف ديال الفارينه. هذه هي الوصفه ديال اليوم، سهله البنات، يعني يكون عندي شويه لوز رايحه نديرها. هاي اللي كله هنايا. بعد ما حطيت لافاني حطيت معاها لا ليفيغ. هنايا انا استعملت غير 250 غرام، هذا ما كان، ما استعملتش كميه كبيره باش حبيت نديركم لهنا هذا لا فيديو. هذا ما كان يعني ما درتش يعني وصفه يعني كبيره. هنايا في بياض البيض راح نخلط الملون. شوفوا الملون اللي عندكم ديروه، ومن الاحسن ما ديروش حامق بزاف. انا هنايا اي غلبتني لا كولور، يعني ماشي واقفه نخدم بكميه قليله، مو دائما نخدم كونتيتي كبيره. يتسمى هنايا كي درت كميه قليله غلبتني الملون غلبني. هي البنات دائما ديروا كلير، ما نديروش فونسي بزاف. بعد ما حطيت لهنايا اللوز تاعي نصير فوق منه سكر غلاس. وهذه الوصفه طلبتها مني يعني واحد الاخت في فرنسا. ان شاء الله يا اختي تجربي هذه الوصفه وتنجحي معها، واذا ما نجحت لكش اني هنايا عاودي بعتي لي في الانستغرام. هذا مكان وان شاء الله تنجح معك، باسكو وصفه يعني سهله. هاي اللي كله هنايا. بعد ما خلطت هذاك اللوز وسكر غلاس، سكر غلاس البنات تصيروه. اللوز ما تحمصوش البنات، خلوه بيض. وهذه الوصفه نستعملوها في العراس، نستعملوها في المهيبات، نستعملوها في الخطوبه. يعني وصفه يعني بنينه، يعني تاكليها برك. يعني عباره عن اللوز هذا مكان. نفرغ لهنايا المغرفه ديال الفارينه. انا في 250 غرام ديال اللوز و125 غرام ديال سكر طب. درت فيه نص باكي، مون با نص باكي تاع لا ليفير، ودرت فيهم غرفه ديال الفارينه. دوك لهنايا بعد ما خلطت هذاك البيض، بياض البيض مع الكولورون. كاين بزاف اللي يستعملوها بحبابيط كامله، يعني ما فيهاش حرج كديروا حبابيط كامله. مي بصح الوصفه الاصليه هي بياض البيض. هذه الوصفه جايه كيما لي ماكارون، وجايه كيما الفانيد، كيف كيما نخدموا الفانيد ونخدموا لي ماكارون، جايه هكذايا كيما هما. يعني بياض البيض حتى في الكود تاعها ثاني كيف. دوكا بعد ما فرغنا بياض البيض البنات فرغوا بالعقل، باسكو على بالكم اذا فرغنا الحاجه وجرات لنا يعني وما عندكش اللوز ولا واش راح ديري لها، يتسمى خدموا بالعقل، فرغوا بالعقل، حتى العجينه تاعنا نتحصلوا على عجينه كيما مقلوط اللوز ولا كيما الزيريات. هذه هي. دوك تشوفوني انا هنايا دوكا كنخلطها والشكل تاعها كيفاش راح يكون، ودوك نمسها قدامكم العجينه اللي حنحصل عليها. هذه هي. شوفوا هنايا اللون كيما قلت لكم قبيله، يعني درتو حامق بزاف. انا كيما راكم متابعاتي على بالكم بلي انا ما نكثرش لي كولورون، صدقوني يعني ما نكثرش لي كولورون، ما ناكلهمش. هذه هي. انا لو كان ما طلبتوش مني يعني هذه الوصفه على بها انا درت لكم كميه قليله. هذا ما كانت 250 غرام، هذه 255 غرام دارت لي 13 حبه.
تسمى الكيلو تقدروا تخرجوا فيه حتى 40 حبه. هاي ليك شوفوا كيفاش تحكوها في الجبنه. هاي ليك الكميه اللي تحصلت عليها انايا، وشوفوا كيفاش راهي طريه. خلوها تريح 5 دقائق برك، هذا ما كان ماشي لازم تريح لكم بزاف ولا. من جهه واحده اخرى عندي سكر كلاص اني صيرته حطيته بجيه. عندي العجينه تاعي راهي واجده، وعندي حبيبات ديال اللوز راهم واجدين. البنات الفرن ديالنا نشعلوه نخلوه يريح 4 ساعات، هو شاعل يكون سخون، ومن بعد نقصولو نحطوه على 150 درجه. علاش 150 درجه؟ باسكو الوصفه هذه تحب الطيب ما تطولش بصح نار قليله. هذه هي الطيب لنا حوالي 4 ساعات. هذا ما كان كي تفتحوا الفرن ديالكم وتلقاوها بلي تشقت اعرفوها بلي طابت. نوزنوه من لهنايا البنات. انا من 30 35 غرام، انا درتهم 30 غرام جاو الصغار ما عجبونيش، يعني من الاحسن 35 غرام. 35 غرام وحطوهم في سكر رطب، ارمدوهم بين يديكم، ومن بعد باه نحطوهم في الكيسات باسكو كاين بزاف اللي على بالهم باللي كي نطيبوهم ومن بعد باش راح نسكروهم. هما لا هما يطيبوا في السكر غلاس. هاي بنتي يعني معايا وانا كما تشوف فيا حلواجيه وكامل، قالت لي يا ماما كي درتيهم هكذا وهكذا. قلت لها يا بنتي وانا معينك يا كي كنت نخدم ما كتشوفي فيا نورمالمون. كاين بزاف حوايج ولا غتخلعني فيهم، تكون تشوف فيا بعد تقول يا ماما ماشي هكذا، ماما ما كنتيش ديري هكذا. نقول لها بنتي لا هذه هي الخدمه، كيما راني نخدم كيما راكي تشوفي هذه هي. قالت لي انا عن بالي يصيروا سكر غلاس من الفوق. قلت لها نو هذه هي الخدمه ديالهم. نرمدهم سكر غلاس ومن بعد نحطهم في الكيسات، نرشق فوقهم اللوزه تاعنا ونحطوهم يطيبوا. يعني كما قلت لكم قبيله وصفه يعني سهله وبنينه، باسكو علاش راكم تاكلوا غير في اللوز ماشي تاكلوا في حاجه هكذا. وحتى اللي يحب ينقص سكر غلاس ومن بعد كي يطيبوا كامل نحولها هذاك السكر غلاس وكلوها اليس. باسكو كاين بزاف اللي ياكلوا العلايش ينحوا لهم هذيك الطليعه، اللي ياكل مقلوط اللوز ينحي له هذاك السكر. كل واحد كيفاش يعني يحب الحاجه الحلوه تاعو. هامليك لهنايا بعد ما كملتهم نحطهم في الفرن، وكما قلت لكم نعاود نفتح عليهم كي نشوفهم ترتقوا نحيهم. هذا ما كان يعني وصفه سهله البنات، جربوها وكامل ما تخافوش. كنت راح نحطها والبارح صدقوني هذيك لا كونيكسيون قسما بالله العظيم ما حبت تطلع لي لا فيديو تاع الشوكولا. قعد هذيك لا فيديو ربع ايام ويدور في التليفون حتى نعاود نحيته وعاود طلعته باه مشات لي لا كونيكسيون. عاملك لهنا شوفوا كيفاش تشقوا. دوك هنايا نعاود نحيهم انا من الكيسات. دوك تشوفوني انا نفض هذيك الفرينه ونعاودوا حبيتو ديرهم كيسات واحد اخرين ولا دونتيل ديروا لهم، حبيتو تخليو في نفس لاكيسات اي قاعده جديده خلوهم فيها. هذا ما كان. هاي ليك شوفوا لهنايا ننفضوها. هذيك لافارين البنات ما ترموهاش، ديروا كيسات وعمروها بهذيك لافارين ومن بعد حطوها في جهه. يعني ما ترموش كيما دائما نقول لكم انا، لا للتبذير، دائما نخدموا بالعقل، نخدموا بالنظافه، نخدموا بنقاء البنات وما نبذروش. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكونوا استفدتوا منها البنات. نورمالمون كلش راهو باين قدامكم. شوفوا الله يبارك فيها جات طريه ما شاء الله. وانتظرونا ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.